جحيم المرأة: زوج قليل الاهتمام وبارد المشاعر. يؤثر إهمال الزوج لزوجته سلبا على الحب والود الذي بينهما، وكذا على العلاقة الزوجية ككل، ويضعفها تدريجيا، مما يؤدي إلى الانفصال عاطفيا عن بعضهما البعض. وهذا يؤدي إلى فقد الزواج، العمود الأساسي الذي يرتكز عليه، ألا وهو حب الزوجين لبعضهما. وماذا عن ذلك الزوج الذي تنام زوجته إلى جانبه باكية حزينة مكتئبة في صمت، ولكنه لا يعلم عن حالها شيئا، أو بعبارة أخرى لا يكترث لها إطلاقا؟ أتراه راعى الأمانة حق رعايتها؟ هل استوصى بها خيرا؟ هل من الرجولة أن تعاملها ببرود وإهمال مشاعر؟ هل حفظت الأمانة التي أقسمت أمام الله وأمام والديها أن تصونها؟ ليس في المأكل والمشرب فقط، ولكن في الاهتمام بها واحترامها وعدم النقد والإحراج. إذن اعلم يا صاحب القلب القاسي والمتحجر، هذا ليس من الرجولة في شيء. اعلم يا صاحب القلب القاسي المتحجر أنها لأجلك تركت حنان الأم ودلال الأب لتهتمي بك أنت، فلا تخذلها، فإياك أن تجعلها تدبل بإهمالك وعدم المبالاة بها. فالأنثى كائن حساس ليس كالرجل، اعلم هذا، فلا شيء يقتل المرأة ويبرد قلبها كالإهمال. وأخيرا، شكرا لكل رجل شهم حفظ الأمانة وقدس ميثاق الله الغليظ، وكان البلسم الشافي لزوجته، وكان لها السند والأب والزوج والحبيب، وذلك الفارس الذي تمنته في أحلامها.